أحبائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. معادنا النهاردة مع عزة وطموح، وهو أحداث الفصل الثاني من قصة علي مبارك. ملخص الفصل الثاني من قصة علي مبارك عزة وطموح. نسمع الملخص. ولما اطمأن الشيخ مبارك إلى حياته الجديدة عند عرب السماعنة، التفت إلى تعليم ابنه علي بنفسه، ولكن مشاغله الكثيرة لم تمكنه من مواصلة تعليم ابنه، فبحث عن معلم حتى اهتدى إلى شيخ مهاجر يسكن قريبا من مساكن البدو، أصله من برمبال، واسمه الشيخ أحمد أبو خضر. وكان الكتاب في قرية بعيدة عن برمبال، فحلت هذه المشكلة بأن يقيم علي مع الشيخ في بيته طوال الأسبوع، ويعود إلى منزله يوم الجمعة، على أن يرسل إلى الشيخ ما يكفي الأجر والإقامة. كانت الأم حزينة لفراق وحيدها، لكنها كانت تعرف قيمة التعليم، وأنه يخلق الرجال الأفاضل ويحقق لصاحبه حياة كريمة، فسألت الله أن يبعد عنه الأخطار. وعندما ذهب علي إلى الشيخ أبي خضر في كتابه، وجده كاشر الوجه قاسي الطبع، بجانبه عصا غليظة، ففزع، ثم ازداد به الفزع، وهو يرى العصا تهوى على جسد بعض الأولاد لأتفه الأسباب. كره علي مبارك الشيخ، وقال في نفسه: هل يليق بالمعلم أن يكون بمثل هذه القسوة؟ وهل جئنا إلى هنا لنتعلم الجبن والخوف؟ وبعد فترة عرف أنه يمكن أن ينجو من شر هذه العصا إذا أتم حفظ القرآن الكريم، وعندئذ يترك الكتاب. أمضى علي مبارك 2 سنين على هذه الطريقة، أتم فيهما حفظ القرآن الكريم للمرة الأولى التي تسمى البداية، وكان لابد أن يظل بعد ذلك مع الشيخ ليعيد الحفظ ويثبته. فلما ثقلت على علي مبارك العصا، رفض الذهاب إلى الشيخ، ولم يفد تهديد أبيه ولا غيره، فعاد أبوه يعلمه بنفسه، ولمشاغل والده الكثيرة لم يستطع الإشراف عليه، فانصرف إلى اللعب حتى نسى ما حفظ وما تعلم. قال الشيخ مبارك لولده علي: من الغد يجب أن تذهب إلى الشيخ أبي خضر لتواصل تعليمك. رفض علي مبارك الذهاب إلى هذا الشيخ، معللا سبب ذلك إلى العصا الغليظة والمعاملة القاسية. فقال له والده: بل ستعود. وانضم أحد إخوته إلى أبيه يعنفه، وتدخل الكثيرون ليخوفوه، ولكنه ظل رافضا، والكل ينتظر من أبيه أن يوسعه ضربا. أسرع والد علي مبارك بابنه علي إلى صديق له من الكتاب الذين يكتبون للناس شكواهم وعقودهم وغيرها، ورجاه أن يعلمه ويربيه في منزله على أن يدفع له ما يقابل ذلك من المال. سر علي مبارك حين ذهب إلى ذلك الكاتب، ولكن ظنه كان خاطئا، فقد غره المظهر، وسرعان ما ظهرت له الحقيقة، فلم يجد في بيت هذا الرجل من زوجاته الثلاث كما وجده يقطر عليه في الطعام، وفي بعض الليالي يبيت جائعا. وعندما كان علي مبارك يخرج إلى العمل مع هذا الرجل، فإنه كان يتخذ خادما له ولا يعلمه. لم يقدر علي مبارك على هذا الجو، وعاد إلى أبيه يشكو هذا الكاتب المعلم الذي يؤذيه بالضرب، وقام وبين لوالده أثر الضرب على جسده وبما حدث في رأسه من جروح غائرة. فقال الشيخ مبارك لوالده: لا تقل هذا عن معلمك، فقديما قالوا: من علمني حرفا صرت له عبدا. هناخد دلوقتي المناقشة. ما أول ما اهتم به الشيخ مبارك عندما وصل إلى عرب السماعنة؟ أول ما اهتم به الشيخ مبارك هو تعليم ابنه علي. لماذا بحث الشيخ مبارك عن معلم لابنه؟ لأن مشاغله الكثيرة لم تمكنه من مواصلة هذا التعليم بنفسه. هل اهتدى الشيخ مبارك إلى معلم ليعلم ابنه؟ نعم. وما اسمه؟ الشيخ أحمد أبو خضر. وكان هذا الشيخ مهاجر يسكن قريبا من مساكن البدو، أصله من برمبال. ما المشكلة التي واجهت الشيخ مبارك عند تعليم ابنه وكيف حلت؟
أن الكتاب في قرية بعيدة عن عرب السماعنة، وحلت المشكلة بأن يقيم الصبي مع الشيخ في بيته طوال الأسبوع ولا يعود إلى منزله إلا يوم الجمعة. كيف ودع الشيخ مبارك وزوجته ابنهما علي؟ ودعاه وداعا حارا، وبما نصحاه بالجد والاجتهاد وبطاعة الشيخ. كانت الأم حزينة مهمومة شديدة الألم، كانت حزينة لفراق وحيدها، والذي كان يصبرها أنه ذاهب للتعليم وهي تعرف قيمة التعليم. ما قيمة التعليم؟ يخلق الرجال الأفاضل ويحقق لصاحبه حياة حرة كريمة. صف الشيخ أبو خضر كما وجده علي، وجده كاشر الوجه قاسي الطبع بجانبه عصا غليظ. ما مصدر رعب عليه؟ العصا الغليظة. وما مصدر فزعه؟ عندما يرى تلك العصا تهوى على جسد بعض أولئك الأولاد لأتفه الأسباب. كيف أدرك علي أنه يمكن أن ينجو من شر عصا شيخه؟ إذ اجتهد ليتم حفظ القرآن الكريم، وعندئذ يترك الكتاب ويبعد عن صاحبه الذي يقسو على تلاميذه بالسب والضرب والإهانة. كم عاما قضاها علي في الكتاب؟ قضى عليه 2 سنين كاملتين. ماذا أحب علي أن يكون؟ أحب أن يكون كاتبا. ولماذا؟ لأنه رأى رجلا يعمل عند موظف كبير. وبماذا أعجب عليه في الكاتب؟ أعجبه شكله وسرته ملابسه واحترام الناس له وخوفهم منه. ما الجو الكئيب الذي كان يعيش فيه علي؟ كان بيت الكاتب يموج بالضجة لكثرة عيال الرجل من زوجاته ال3. كان الكاتب يبخل عليه في الطعام فلا يعطيه ما يشبعه، وفي كثير من الليالي يحرمه منه فيبيت جائعا، فإذا خرج إلى العمل أخذه معه لا ليعلمه بل ليتخذ خادما مع إهانته وسبه. ما العمل الذي عرضه الشيخ مبارك على ابنه؟ أن يعمل مع كاتب من الكتاب الذين يقيسون الأراضي للفلاحين، يعلمه قياس الأراضي وتوزيعها، وذلك عمل نظيف ومريح، بما رد الصبي على ما عرضه عليه والده. قال: أجرب يا والدي هذا العمل أولا، فإذا أعجبني وإلا بحثت عن عمل آخر يعجبني. بعد ما تعرفنا على أحداث الفصل الثاني، بكده نكون انتهينا من حلقتنا النهاردة. استنوني الحلقة الجاية.